شهدت تدريبات منتخب الجزائر في كوت ديفوار أزمة بعد قيام طائرة درون بالتحليق في سماء ملعب تدريب الخضر بمدينة بواكي الإيفوارية، حيث أوقف الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي التدريب خشية من قيام أحد المنافسين بالتجسس على منتخب الجزائر قبل خوض المنافسات. وتدخلت الشرطة الإيفوارية المسؤولة عن تأمين بعثة الخضر في كوديفوار لإيقاف الطائرة التي حلقت أعلى ملعب تدريب الخضر وإنهاء الموقف بعدما طلب منهم ذلك من قبل الجهاز الفني لمحاربي الصحراء. وتعود الأزمة إلى قيام أحد الصحفيين الإيفواريين بتشغيل طائرة بدون طيار بدأت في التحليق فوق الملعب، وبينما توقع الجانب الجزائري قيام أحد المنافسين بالتجسس على الخضر، فقد تبين أن وراء القصة هو صحفي إيفواري مسؤول عن تغطية أخبار منتخب الخضر لصالح إحدى وسائل الإعلام الجزائرية.